بلد 267 ألف جزيرة، الدولة اللي فيها أكتر عدد جزر في العالم. أهلا بيكم في السويد. السويد بتحتل المركز الأول في العالم لأكتر عدد جزر، 267 ألف جزيرة 570. وفي المركز الثاني معانا النرويج 239 ألف جزيرة، وأخيرا فنلندا 178 ألف جزيرة. عاصمة السويد ستوكهولم مبنية على 14 جزيرة وبيربطهم ما بين بعض 50 كوبري. وفي منطقة ستوكهولم أو غرفة ستوكهولم في لوحدها 30 ألف جزيرة. ومن ضمن 267 ألف جزيرة في السويد 7000 جزيرة بس اللي بيتزاروا في وقت مؤقت، يعني يجي موسم الصيف الناس تروح بقى الفيلل والبيوت يقضوا أجازتهم هناك، ياخدوا المركب يلفوا ما بين الجزر ويعيشوا يعني اجازه حلوه. لكن هم بس 1000 جزيره اللي مؤهلين للسكن طول السنه، زي الجزيره اللي انا عليها دلوقتي، جزيره في غرب السويد هنا قريب من مدينه يوتوبوري. والطريقه الوحيده عشان الواحد يوصل هنا ان لازم ياخد العباره. زي ما انتم شايفين يا جماعه، الواحد بياخد العباره هنا بتمشي من الساعه 5 الصبح لحد الساعه 10 بالليل. دي الطريقه الوحيده الواحد يقدر يوصل بيها للجزر اللي موجوده في ساحل يوتوبوري. كل العربات بتيجي تركن كده اهو، وبتعدي كل نص ساعه تقريبا. وفي مجموعة الجزر دي يعني تقريبا 10 جزر هنا في ساحل يوتوبوري، 13,000 واحد ساكن على الجزيرة. والناس بقى عايشة هنا يعني حياتها طول السنة، في مدارس وفي محلات وفي مستشفيات، كل حاجة. يعني هم مش محتاجين ياخدوا العبارة كل يوم ويروحوا المدينة عشان يقضوا مصالحهم. لقيت مفاجأة لما دخلت البنزينة، لقيت شيبسي تايجر، الشيبسي المصري تايجر جه عندنا السويد يا جماعة. ومش أي حتة، يعني احنا في جزيرة بعيدة عن المدينة أصلا. والاثنين ب 20 كورونا، يعني الاثنين شيبسي ب 100 جنيه. بس بصراحه نفسي فيه فجبته، طعم الجبنه، وواحد تاني برضو طعم الليمون والشطه. يعني تخيلوا في مواصلات اتوبيس هنا ما بين الجزر دي، في كذا كوبري بيربط جزر الكريو هنا وفوت، لكن مش هي دي الجزر اللي موجوده بس في ساحل يوتوبوري الغربي، في كمان جزر فوق في الشمال تبعد عن هنا ساعه تقريبا، وفي 8000 جزيرة. فاحنا هنزور برضو واحدة من 8000 جزر اللي موجودين دول، وهنزور جزيرة شان. معلم بيجري جنب البحر كده والمنظر الطبيعي. تخيلوا كمان في السويد الواحد ممكن يشتري الجزيرة بتاعته، يعني هنا في جزر للبيع. من فترة قريبة كان في جزيرة بتتباع في قريب من ستوكهولم، الجزيرة دي سعرها كان 16 مليون كورونا سويدي. جزيرة بقى ببيت كبير وجنينة، عندك مية، عندك نت، عندك كهرباء، عندك كل حاجة ان انت تقدر تعيش في الجزيرة دي السنة كلها. بس الحاجة الوحيدة اللي انت محتاجها طبعا يكون عندك مركب. فهنا في السويد هتلاقوا مراكب كتيرة جدا في كل حتة، والسويدين بيعشقوا حاجة اسمها حياة المركب. يعني 30% من الشعب عنده مركب هنا في السويد. يعني موسم الصيف يعني تطلع بالمركب بتاعك كده اهو، حتى لو كان مركب صغير، تستمتع بقى بالجزر، تلف من جزيرة لجزيرة، تتفسح شوية بالمركب. أنا بصراحة نفسي يكون عندي مركب وأتفسح ما بين الجزر، وكنت بفكر أكتب في عنوان الفيديو، أو يمكن أكتب كمان في عنوان الفيديو، إن أنا زرت كل جزر السويد. بس أعتقد ده شيء مستحيل، ويمكن واحد محتاج سنين طويلة عشان يقدر يعمل الشيء ده. وممكن في يوم من الايام حد فعلا يعملها ويبقى مثلا جينيس وورلد ريكورد، يعني حد زار ال 267 الف جزيره في السويد. بس طبعا في جزر كتير الواحد ممكن يزورها ويتفسح فيها، خاصه في موسم الصيف. يعني عندنا اكبر جزيره في السويد جزيره جوتلاند. الجزيره دي كبيره جدا في بحر البلطيق، يعني مساحه الجزيره دي اكبر شويه من دوله لوكسمبورج. المركب هنا محتاج عنايه كبيره جدا، ومحتاج يبقى عندك وقت ان انت تطلعه في الصيف وتدخله في الخريف، وصيانة وشغلانة. فخلينا نستكشف بقية الجزر كده في السويد بالمراكب اللي هي في المواصلات العامة. الجزر هنا في السويد بتبقى جميلة جدا، ان الواحد ممكن يقضي الاجازة هنا، يجي حتى يتفسح يوم، ممكن يجي يشوي، يعوم في شواطئ كتيرة موجودة. بس هل الواحد يقدر يعيش هنا؟ مش عارف. يعني هو في الشتاء هتبقى ضلمه وكئيبه جدا. يعني اكتبوا لي في الكومنتات، هل انتوا تحبوا تعيشوا على جزيره زي دي، جزيره تبعد عن المدينه تقريبا ساعه ولازم تاخد عباره عشان توصل للمدينه. معلومه ظريفه برضو عن الساحل الغربي في السويد، بيسموه بيست كوستن، يعني بيست كوست. يعني هم شايفين ان ده احسن ساحل في السويد كلها، لان طبعا في جزر كتيره جدا، وفي يوتوباري برضو معروفه بالسي فود الفريش. ومكملين جولتنا النهارده في جزيره شان، سابع اكبر جزيره في السويد. وجيت اصور عند الكوبري ده، لان الكوبري ده مش هو نفس الكوبري اللي كان موجود قبل سنه 1980، لان حصل حادثه كبيره جدا السنه دي في شهر يناير. كانت في سفينه معديه من هنا وخبطت في العمدان الكوبري، والكوبري كله اتهد ووقع، وكان في العربيات اللي ماشيه بقى طاروا ووقعوا، والناس كلها يعني توفت. فكان يوم حزين جدا للسويد، لان
اول مره يحصل حادثه زي دي. بس عادوا بناء الكوبري ده من جديد، وزي ما انتم شايفين التصميم بتاع الكوبري اختلف، بقى فيه العمدان على الجزيره، وفي بقى النظام اللي هو الاحبال اللي بتبقى ماسكه الكوبري ده، معرفش ايه اسمه في الهندسه، بس دلوقتي الكوبري بقى امن. ووصلت هنا عند ران انج، ودي بقى محطه المركب. فالعيب هنا بقى ان المركب بيطلع كل ساعة تقريبا، يعني بصوا المركب موجود دلوقتي لكن بيطلع في ميعاده. فهاخد المركب دلوقتي ونروح جزيرة اسمها اوسطول، جزيرة كده في وسط البحر وفيها بقى فيلل وشكلها كده كوزي. فنستكشف مع بعض الجزيرة ونشوف هل فعلا تستاهل المشوار البعيد ده ولا لا. فبما ان لسه فاضل 20 دقيقة او نص ساعة تقريبا، فتعالوا نستكشف شوية هنا في القرية الجميلة دي، قرية رن انج. يعني اخر روقان هنا بصراحة، فيلل، شوارع كده ضيقة، الناس عايشة حياة هنا ريلاكس قوي. فهي دي حياة السويدين يا جماعة، يبقى عندك فيلا كده ويبقى فيه عربيتين على الأقل في البيت عندك. لو حد يعرف ايه العالم ده يقول لي، لأن أول مرة أشوف العالم ده، هو أصفر في أبيض في أزرق. فالأماكن اللي زي دي في السويد يعني من نادر جدا الواحد يلاقي فيها أجانب، يعني أنا الأجنبي الوحيد اللي في وسط السويدين هنا. فأي حد عايز يفتح مطعم، يفتح مشروع، يعني في الحتة دي بتبقى محتاجة قوي. يعني هنا في مطعم بيتزاريا واحد، وفي مطعم أسماك برضو، وبيبيع برضو آيس كريم وكافتريات. لكن احنا عايزين ايه، ننشط الموضوع. ففرصة حلوة لأي حد يفكر يفتح مشروع في السويد إنه يشوف أماكن سياحية زي دي ويفتح فيها مشروع كافتيريا. كملين الجولة في اوسطول. يعني بصراحة الجزيرة دي آخر روقان، مفيش عربيات، مفيش أي زحمة، تيجي بالمركب، كل واحد عنده المركب بتاعه واليخت، تيجي بقى تعيش في الفيلا هنا، تتمزج على الآخر. يعني احنا دلوقتي في شهر سبتمبر، والجو غير طبيعي في السويد الفترة دي، الجو حر جدا، يعني وصل ل 25 و30، يعني عمرها ما حصلت في السويد. فلدرجة ان الكافيتريات في الجزر قفلت، لان موسم الصيف خلاص يعتبر خلص، بس الناس جاية لسه مستمتعة بالصيف. يعني شوف حتى في الجزيرة دي في مكان تقدر مثلا تبعت بريد، في ممكن تتسوق تشتري حاجات، وفي كمان السيستم بولاجت، لان السويدين هنا ما يقدروش يعيشوا من غير السيستم بولاجت. فهنا عاملين سوبر ماركت كده صغير، وحتى في السوبر ماركت الصغير ده هتلاقوا إعادة تدوير اللي هي علب الكنز. أعلى نقطة على جزيرة أوستول يا جماعة، المنظر من فوق خيالي، يعني جزيرة في وسط البحر، آخر روقان بصراحة. فمش عارف هل انتوا تحبوا تسكنوا على جزيرة زي دي؟ يعني محتاج تبقى عندك مركب، تسوق هنا، تعيش حياتك هنا.